بثلاث مكونات بس راح نسوي أطيب وأفخم حلو عربي. تابعوني. راح أجيب كوب من الشكر ويا نص كوب من المي ويا خاشوقتين من مي ورد أو مي زهر اللي تحبوه. لما يغلون راح أضيف عليهم السميد الناعم وأبدي أقلب بيهم لحد ما يستوي. بعدين راح أجيب كيس من جبن الموتزاريلا وأضيفهم على الخليط وأبدي أحرك بيهم بعد ما أكون طفيت النار أو على نار حيل واطية لحد ما يذوب الجبن ويا السميد ويكون لي عجينة تكون مطاطية لحد ما تصير عندي هاي المطة. هسه راح اجيب قطعة نايلون راح اضيف عليها شوية من الشيرة واخلي عليها العجينة وابدي افرد العجينة عليها وارققها بحيث ما تكون كلش رقيقة وما تكون كلش سمكة، يعني متوسطة السمك. راح احشيها باي نوع حشوة تحبوها. هنا أنا عندي جيمر عرب ويا جيمر عادي، خلطتهم وحطيتهم بالكيس الحلواني وراح ابدي احشي بيهم العجينة. أرولهم بهاي الطريقة وأوزع الحشوة على كل العجينة بحيث يكون عندي الشكل مرتب. أدخلهم على الفريز تقريبا 10 دقائق، تطلع أقصصها بهالطريقة، أزينهم بالفستق الحلبي وهاي هي جاهزة للأكل. طعمها حيل لذيذ وحيل سهلة وحيل بسيطة ومن الحلويات العربية اللي لازم تكون بعد الفطور موجودة. إذا حبيت الفيديو لا تنسوا تشاركوه يا أصحابكم وأشوفكم بالفيديو الجاي ومع ألف سلامة.